شاع في المغرب أنه بلد الأضرحة والمزارات وبلاد الأولياء الصالحين اللي معروفين بالزهد والصلاح والعلم والفلاح. كلنا كنعرفوا الأولياء الصالحين، ولكن قليل منكم اللي كيعرف الوليات الصالحات. الوليات الصالحات سلسلة رمضانية اللي غادي ترافقكم طيلة شهر رمضان المبارك باش نتعرفوا معكم على بعض الوليات الصالحات في مدينة مراكش. سولنا ناس من مدينة مراكش شنو كيعرفوا على الوليات الصالحات. لالا رقيه بالحمار، ولالا نجمه السكراتيه، ولالا عويش الكنسوسيه. هادشي اللي عرفت انا في مراكش. ما بقاوش الناس عندهم النيه، ما بقاوش تيمشيو صافي. هادشي اللي كاين تاع سمعنا بعدا. انا منهم نيت ولا اله الا الله، هادشي اللي عطا الله. حلقتنا اليوم غنستضفوا فيها امرأة ناسكة، لالا محلة. بالمناسبة هنا في داخل المغرب عندنا نتحدث عن العلم. كاين عندنا واحد السيدة ولية رحمها الله اللي هي لالا محلة، وهي تيقولوا بنت مولاي ابراهيم. هي تسلمات هو وباها، كانت محلة وكانت صافية بجوجهم كاع بنات هادو اللي كانوا من الوليات وخذوا العلم على باهم. يقولون انها كانت هي التي تكتب للقاضي عياض رحمه الله، هي الكاتبة تاعته. وأن تكون امرأة في هذا المستوى العلمي للقاضي عياض رحمه الله اللي هو صاحب كتاب الشفاء، وتكتب ليه امرأة بمعنى المرأة في مستوى عالي. لالا محلة امرأة صالحة وفقيهة بمدينة مراكش. أشار لها العلامة عبد الله كنون ضمن فقيهات العصر الموحدي، بحسب الرواية الشعبية الشفوية أن السيدة محلة هي بنت تاجر مراكشي. ملي بلغات رفضت الزواج، ولما كان الوالد ديالها من جلساء القاضي عياض سولوا على عزوف ابنته عن الزواج، فلم يجد الأب أي جواب. ولما عاد للبيت طرح نفس السؤال على الزوجة ديالو، وخبرته أن بنته مسكونة بجني. ثم فتح الموضوع مباشرة مع بنته لالا محلة اللي خبرته بمعاناتها النفسية، وأنها بغت تحفظ كتاب الله وسنة رسوله ومتون الفقه باش تواجه الجني الذي يعذبها. حسب الرواية الشعبية مشى الأب عند القاضي عياض وخبروه بحال بنته على أمل يلقى عنده الحل اللي شافها، واختار له أحد طلابه اللي كان لها زوج وأستاذ ومربي. وفي مدة وجيزة حفظت القرآن وحصلت جملة من المعارف الإسلامية، وأصبحت من عالمات المغرب في أواخر القرن السادس هجري.